وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان قربنا نوصل من 100,000 مشترك. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث الفيلم النهاردة والأسطورة بتتكلم عن تاريخ بناء سور الصين العظيم، وإن هدف بنائه هو حماية البلد من الأعداء، والسور بيبقى موجود عليه محارب شجاع علشان يحميه اسمه لو شانج، واللي بيهجم عليه عصابة علشان يخلصوا عليه ويستولوا على السور، لكن لو شانج بيفضل يقاوم ويقتل فيهم لحد آخر نفس فيه، والناس كلها بتلقبه بالمحارب الأقوى في تاريخ الصين، وبيعملوا تمثال كبير وبيحطوه في نص الساحة. بعدها بنيجي رئيس العصابة واللي كان السبب في موت لو شانج وهو هوجر، واللي بيبقى حاكم البلد، والناس من خوفهم منه بيشتغلوا عنده خدامين وبيطيعوا الأوامر بتاعته. وهوجر بيبقى عارف ان القرية دي تحتها كنز مدفون، وبيستخدم اهل القرية علشان يحفروا ويطلعوه، واي حد منهم بيغلط اي غلطة ولو بسيطة بيتحاسب، واي واحد منهم بيتمرد او بيتصرف اي تصرف سيء بيموت في الحال. واهل القرية بيعيشوا في حزن كبير بسبب الناس اللي عمالة تموت قدام عينيهم ومش عارفين يعملوا حاجة. بعدها بيجمعوا بعض وبيروحوا يطلبوا المساعدة من شخص بيعالج بالروحانيات، فبيقول لهم الكاهن انه رجع روحه من تاني، لكن هتظهر في جسم غير جسمه وبلد تانية غير بلده وهي الهند. بعدها بنيجي للهند اللي بيبقى عايش فيها سيدو مع ابوه، وبيبقى سيدو بني ادم فاشل في حياته جدا ومفيش حاجة بيتمناها وتحصل بالطريقة الصحيحة، ويوم ما بتجيله ورقة اليانصيب بيحرقها بالغلط وبتروح عليه. لكن سيدو بيبقى شاطر جدا في شغله مع ابوه وتقطيع الخضار بشكل سريع جدا حتى وهو مغمض عينيه، وبيروح سيدو لمعلم اسمه شوب علشان يوجهه يعمل ايه، لان سيدو بيثق فيه جدا، وبيطلع شوب سلسلة وبيقول لسيدو انها بتجلب الحظ لكن عاوز فلوس منه مقابل السلسلة. فبيطلع سيدو اخر فلوس في جيبه، وقبل ما يديها له بيجي ابوه بيضربه علشان يروح على الشغل، وبيفضل ابوه يتعصب عليه علشان يشوف شغله ويبقى اذكى من كده علشان ما يتعرضش للنصب والناس ما تسخرش منه، وبيتكلم معاه ان حظه في ايده مش في ايد الفلوس والمعجزة اللي هو مستنيها تحصل. بعدها بيدور سيدو في البطاطس وبيلاقي واحدة منهم ظهر فيها شكل إله، فبيقول للناس كلها انه إله وبيعملوا حفلة وبيقرر انه يحتفظ بيها، وبيطلب من كل الناس تتبرع للإله والصحافة بتملى المكان. في نفس الوقت الشاب بيفتح الصندوق وبيسرق كل الفلوس اللي فيه وبيجري بسرعة، والناس بتتلم على سيدو وبيضربوه وبيتهموه بالنصب والاحتيال. بعدها بيجي ابوه وبيفضل يضرب فيه وكل ضربة بتوقعه في مكان مختلف لحد ما بيشوفوا الصينيين اللي جايين يدوروا على لو شانج، وبيعتقدوا انه لو شانج هو سيدو وبيفضلوا يتكلموا معاه لكن مش بيبقى فاهم كلامهم، فبياخدهم وبيروح للشاب علشان يترجم له اللي بيقوله، وبيفهم شوب كلامهم وبيعرفوا ان هم محتاجين سيدو انه يروح معاهم على الصين علشان يواجهوا هوجو. فبيشوف شوب ان الموضوع ده هيفيده جدا وهياخد من ورا فلوس، فبيرفض يعرف سيدو بالحقيقة وبيقوله ان هم هيسافروا لان الناس محتاجاه يباركهم بالاله اللي معاه، وبيعرفوا ان الاله قرر ان سيدو يبطل تقطيع خضار ويبقى بطل شجاع زي لو شانج. فبيوافق سيدو والصينيين بيفرحوا جدا لانهم بيفكروا فعلا ان هو لو شانج واخيرا هينقذوا من الظلم اللي هم فيه. بعدها بيقعد سيدو مع الشاب علشان يستعد، وتاني يوم بيروح السفارة علشان ياخدوا تأشيرة الصين، وبتقعد بنت اسمها سكاي بتبقى ملكة جمال الهند عاوزة تدخل تاخد التأشيرة، لكن الموظف بيرفض وبيطلب منها تقف في الدور او تستأذن حد وتدخل مكانه، وبتبص على سيدو لان هو اللي بيبقى عليه الدور وبتعمل فيه خدعة، وهي انها بتركب جهاز في رجله بيشتغل بريموت في ايديها بتخليه يتصرف تصرفات غريبة قدام الناس، وبتقدر سكاي انها تاخد منه الرقم بتاعه وبتدخل بداله في الدور. بعدها بيجي ابو سيدو وبيطلب منه ما يسافرش وبيتعصب عليه، لكن سيدو مش بيوافق وبيقول له ان هو قرر يمشي، فبياخد ابوه الشنطة وسيدو وبيمشي، وبيقول لسيدو ان هو على طول بيثق في الانسان الغلط وانه مش لازم يثق في حد غير نفسه. فبيتعصب عليه سيدو وبيقول ان هو فاشل ومش عارف يعمل حاجة في حياته ومحتاج انه يخرج بعيد عنه علشان يعرف يعمل حاجة. فبيزعل ابوه من كلامه وبيضربه بالقلم وبيحزن على سنينه اللي ضيعها في تربيته، وبيقوله ان طول ما هو واثق في شاب ومش واثق في نفسه هيفضل فاشل، وبيسيبه وبيمشي، وبيطلب منه ياخد باله من نفسه لان ممكن يبقى شايف الدنيا كويسة من بره لكن من جوه تبقى وحشة جدا. وتاني يوم بيسافر سيدو مع شاب وبيفضل يقلب في التاب اللي على الطيارة لحد ما بيجي قدامه سكاي وهي بتمثل، وبيقول للشاب ان دي اللي ضحكت عليه. بعدها بينام وبيحلم ان هو في الجيش الصيني وانه القائد بتاعهم وبيتعرف على سكاي، وفجأة بيفوق وهو مفزوع وبيخوف الناس اللي على الطيارة
وبيوصلوا على المطار ومعاهم الصينيين وبيلاقوا باقي اهل القرية في انتظاره. واول ما بيعرفوا ان هو ده لو شانج الكل بيحييه وبيحس شوب ان الموضوع كبير وبيفكر انه يفهم سيدو، لكن بيرجع في كلامه وبيقرر انه يكمل سكات. في نفس الوقت سيدو بياخد باله من سكاي وهي طالعه في الاسانسير وبيبقى عاوز ينتقم منها بسبب اللي عملته معاه، بس بيتصدم لما بيلاقيها مغيره في نفسها شويه وحامل، وبيبان على البنت انها مش عارفاه وبتسيبه وبتمشي. فبيحدف الشنطه قدامها وهي ماشيه فبتتكعبل وبيقع من بطنها ماس هي بتهربه، والكاميرات بتجيب وشها وبتشيل البطن اللي كانت عاملاها لنفسها علشان تعدي بالماس. فبتتحول البنت وبتضرب كل رجاله الشرطه اللي بيهجموا عليها وبتقدر انها تهرب منهم، وكل الجرايد بتكتب عنها وبتنزل الصور. وبنعرف وقتها ان البنت دي بتشتغل مع هوجو في التهريب، وبيتعصب هوجو من اللي بيشوفوه في الجرايد وبيفضل يضرب فيها، لكن واحد من رجالته بيلحقه قبل ما يخلص عليها. وهوجو بيبعت الحارس المخلص بتاعه جوي علشان يعرف له مين هو سيدو وليه عمل معاها كده، وبيبان على البنت انها مش عارفه ليه سيدو كان بيطاردها وعمل معاها الكلام ده. في نفس الوقت بنيجي لمكان تاني سكاي موجوده فيه وهو مختبر لجميع العينات، وبتتصور مع الدكتور والفريق بتاعه وبيسألها الدكتور ليه بتيجي لوحدها والصين بعيد عليها، فبتحكي له سكاي ان ابوها وامها اتقابلوا في الصين وحبوا بعض في الصين. وبنعرف ان ابو سكاي كان مفتش وبيحارب هوجو ورجالته في كل اللي بيعملوه، وبتطلع سكاي صورة ليها هي واختها التوأم مع ابوها يوم ما اتولدوا. وبنعرف وقتها ان البنت اللي كانت في المطار مش سكاي وانها اخت سكاي التوأم. بعدها بتحكي سكاي ان في يوم كانوا خارجين وامها كانت شايلاها وابوها شايل سوزي، وفجأة هجمت عليهم عصابة هوجو وابوها طلب من امها تجري بسرعة بيها، وبقى واقف بيحاربهم وسوزي على ايده وضرب جوي بالسكينة تحت عينيه. بعدها اتدخل هوجو وفضلوا يضربوا ببعض لحد ما قدر يتمكن من المفتش واخد منه سوزي ورماها من على السور، والمفتش نط علشان ينقذها، لكن من وقتها والاتنين اختفوا وجثثهم مش موجودة. وامها فضلت تعبانة بسبب اللي حصل وماتت بعدهم بشوية، بس قبل ما تموت فضلت مصممة ان سوزي وابوها لسه عايشين. بعدها سكاي بتروح لنفس المكان وبتصلي وبتدعي انهم يظهروا، وفعلا ابوها بيبقى عايش لكن بسبب اللي حصل معاه فقد الذاكرة وقاعد في الشارع بيتسول وهي مش بتشوفه. ولما المفتش سمع سكاي بتدعي باسم سوزي حاول انه يفتكر لكن ما قدرش يفتكر وطلع ياكل الاكل اللي سكاي حطها. في نفس الوقت كانت سوزي هي كمان موجودة وسكاي مش بتقدر تشوف حد منهم وبتمشي، وسيدو وشوب بيبقوا واقفين عند السور هما كمان علشان يوروه المقبرة بتاعت لو شانج. وبتبقى سوزي موجودة في المكان ده علشان تخلص على سيدو لكن مش بتعرف وكل محاولاتها بتفشل. بعدها الشرطة بتشوف سكاي فبيفكروها سوزي لانها بتشبهها بالظبط وبيجروا وراها علشان يعتقلوها، فبتخاف سكاي وبتطلع تجري منهم وبتستخبى. في نفس الوقت سيدو بيشوف سوزي وهي في المكان وبيطلع يجري وراها هو والصينيين علشان يمسكوها، فبتدخل نفس المكان اللي سكاي دخلت فيه وسيدو بيدل الشرطة عليها لكن مش بيقدروا يمسكوها وبتهرب. بعدها بيحتفلوا بسيدو اللي قدر يتفادى كل الضربات اللي سوزي وجهتها ليه علشان تخلص عليه، وسكاي بتبقى ركبت معاهم في العربيات وجت على المكان بتاعهم ودخلت علشان تستخبى. وهوجو بيتعصب على سوزي لانها فشلت للمرة التانية فاتله، وبيأمر رجالته انهم يتصرفوا ويخلصوا عليه. في نفس الوقت بتلبس سكاي لبس الصينيين وبتطلع تقف معاهم تقدم العرض، فبيشوفها سيدو وبيعرفها وبيقول للشوب، وبيوصل رجالة هوجو علشان يخلصوا على سيدو، لكن بأعجوبة بيقدر يتفادى كل الضربات بتاعتهم وبيخليهم يخلصوا على بعض. وبيحس الشاب ان الموضوع زاد عن حدوده ولازم ينبه سيدو علشان كده هيموت، بس بيغير رأيه مرة تانية وما بيكونش عنده الشجاعة اللي يبلغوا بيها. في نفس الوقت سوزي بتحط ماسك على شفايفها ونوع روج قاتل وبتجرب تاكل حتة تفاحة بتلاقيها اتحرقت بمجرد ما الروج لمسها. بعدها سيدو بيجي ينام بيلاقي سكاي عنده في الأوضة وبتحاول انها تفهمه ان كل اللي حصل معاه مش هي اللي كانت بتعمله، لكن سيدو من خوفه مش بيركز معاها في الكلام وبيدخل شاب وبيضربها وبيغمى عليها وبياخدوها يحبسوها في الدولاب وبيقفلوا عليها وبيخرج شاب. ولما سيدو بيرجع تاني على السرير بيتصدم بسوزي قدامه وبيفكرها سكاي قدرت تخرج من الدولاب، فبيحاول انه يهرب منها وكل ما سوزي تلمس اي حاجة بتتدمر تلقائي. بعدها بيجي شاب وبيعجب بسوزي جدا وبيعمل خطة هو وسيدو وبيخبطوها على دماغها هي كمان وبيحبسوها في الدولاب التاني وبيقفلوا. فبيلاحظ واحد من رجالة هوجو اللي حصل فبيدخل الأوضة بعد ما بيخرجوا علشان يخرجها، وبتفوق سكاي وبتفضل تصرخ علشان حد يخرجها وبتتصدم لما بتلاقي سوزي قدامها، فبتتأكد ان اختها فعلا لسه عايشة وبتفضل تنادي عليها لكن مش بتسمعها لانها نايمة.
وبيفتح الراجل اللي بيشتغل مع سوزي الدولاب وبياخد سكاي بدل سوزي وبيمشي بسرعة، وشوب بيجي يفتح لسوزي وبيبان انه معجب بيها على الاخر، فبتفوق سوزي وبتضربه وبيقول لها ان سيدو ده مش حاجة وانه انسان فاشل مش لو شانج زي ما الكل فاكر، فبتقرر انها تاخده معاها لهوجو علشان يقوله على الحقيقة دي. وتاني يوم بتفوق سكاي في اوضة سوزي وبتشوف الصور بتاعتها والاخبار اللي منشورة عنها، وبتقوم علشان تعرف هي فين، وبتدخل سوزي ومعاها الشاب على هوجو، وبيبقوا مصدومين لانهم فاكرينها نايمة فوق، فبتحط سكاي السماعة بتاعت سوزي في ودنها علشان تسمع كل اللي بيقوله، وبيتكلم شاب وبيعرف هوجو ان سيدو مش لو شانج زي ما هو مفكر وخايف منه. في نفس الوقت بيدخل جوي وبيعرف هوجو ان هو جاب الدليل اللي يثبت كلام شاب، فبتتصدم سكاي لما بتعرف ان ده هوجو ورجالته اللي كان السبب في تدمير عيلتها. بعدها بيفوق سيدو من النوم وبيلاقي الدولاب فاضي وشوب مش موجود، وبيطلع يهزر مع الاطفال، وسكاي بتقدر تهرب وبتعرف كل اهل القرية ان هوجو هيهجم تاني عليهم، فالكل بيجري على سيدو علشان ينقذهم منه، وبيبقى سيدو مش فاهم اي حاجة وبيردد وراهم اللي بيقولوه وخلاص، لحد ما شوب بيقف قدامه وهو حزين وبيفهمه كل حاجة وبيعيط لان هو السبب في اللي حصل معاه، فبيتصدم سيدو لان هو ملوش في القتال وهوجو هيخلص عليه. بعدها هوجو بيطلع الدليل اللي جوي جابه وهو ابو سيدو، وبيقف سيدو قدام هوجو يترجى انه يسامحه على كل اللي حصل، فبيتعصب ابوه عليه وبيقوله انه ما يتذللش لحد، ورجاله هوجو بيمسكوه، وبيركع سيدو على رجل هوجو علشان يسامحه، وهوجو بيفضل يضحك عليه هو ورجالته، وبيعرف الصينيين ان اللي اعتمدوا عليه على اساس انه لو شانج راكع تحت رجله. بعدها بيتضايق ابوه اكتر وبيضرب رجاله هوجو ومنهم جوي، فبيتعصب هوجو منه وبيقلع الطاقية السحرية بتاعته بيخليها تذبحه، وبيقع ابو سيدو قدامه على الارض ميت، فبيتصدم سيدو من المنظر اللي بيشوفه، وبيبدأ يفتكر كل حاجة ابوه عملها معاه من وهو صغير لحد الان، وبيفضل يعيط، وبيقوم وهو متضايق علشان يحاول يضرب هوجو لكن مش بيقدر، وهوجو بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقع على الارض يغمى عليه. بعدها جوي بيشيله وبيحدفه من فوق السور زي ما عمل مع سوزي وابوها زمان، لكن المفتش بيبقى مستخبي في السور من تحت وبيقدر انه ينقذ سيدو على اخر لحظة، وبياخدوا معاه للشخص اللي بيعالج بالروحانيات علشان يعالجه من الجروح اللي عنده، وشوب بيعمل مراسم الجنازة لابو سيدو وبيقف يعيط لان هو السبب في كل ده، وبيفضل المفتش قاعد جنب سيدو لحد ما بيفوق، وبيفتكر سيدو ابوه واللي عمله معاه من يوم ما اتولد لحد ما مات، وبتنزل دموعه وهو نايم وبيفوق وهو بيعيط عليه. بعدها سكاي بتتكلم مع شاب علشان يساعدها ترجع اختها من عند هوجو، وبتوري له الصورة بتاعتهم فبيصدق وبيروح لهوجو وبيفضل يعيط قدامه علشان يوافق يشغله معاه، وبيقول له ان بعد اللي هو عمله مع سيدو وابوه مش هيقدر يرجع تاني بلده، فبيقلع هوجو الطاقية بتاعته وبيحدفها عليه ومش بتموته، وهنا بيقرر هوجو انه يشغله معاه. وبعد مرور 3 شهور بنيجي لسيدو اللي بيبقى قاعد ماسك البطاطساية وبيعيط على اللي حصل مع ابوه، وبيفضل يتكلم انه مش عارف يعمل ايه علشان ممنوع يتكلم هندي في الصين. في نفس الوقت المفتش بيتكلم معاه بالهندي وبيتفاجئ سيدو لانه كان مفكره صيني، ولما سيدو بيسأله ازاي يتكلم كده بيرجع المفتش يتكلم صيني من تاني، وبيسيب سيدو وبيفضل يجري، وسيدو بيجري وراه لحد ما بيوصل لمكان السور، وبيشوف سيدو كل الناس اللي اذته من اول ما جه الصين لحد دلوقتي، فبيقرر انه ينتقم من كل اللي كان السبب في موت ابوه، وبيحاول انه يكسر الحجارة لكن بيفشل والناس بتفضل تضحك عليه. المفتش بيقول لهم ان هو كمان متسول مجنون. في نفس الوقت جوي بيشوف ان سيدو لسه عايش وبيتضايق جدا، وبيدخل سيدو مع المفتش مطعم علشان ياكلوا، لكن صاحب المطعم بيقول لهم ان الاكل خلص، ولما بيجوا خارجين بيلاقوا جوي في وشهم وبيضرب سيدو، فسيدو بيلاحظ ان في ايد خفيه بتساعده وبتضرب جوي معاه، فبيفكر ان لو شانج، لكن المفتش بيقول له ان هو اللي بيساعده، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما جوي بيبص لوش المفتش وبيفتكره، وبيحاول المفتش ان هو يفتكر لكن مش بيقدر، وبيكمل المفتش ضرب في جوي هو وسيدو لحد ما بيخلصوا عليه، والمفتش بيطلب من سيدو انه يفضل جنبه وهو هيطلب الشرطة علشان تقبض عليه لان هو اللي قتله، وبيسيبه وبيمشي. وسيدو بيلاقي في جيبه تليفون وتذكرة الحفلة في المسرح، فبيقرر انه يدخلها علشان ينتقم من هوجو. في نفس الوقت الشاب بيبلغ سكاي بتحركهم على المسرح علشان تروح هي كمان، وبتحس سوزي ان جوي اتأخر فبترن عليه، والكل بيتفاجئ ان التليفون بيرن في جيب واحد من اللي بيمثلوا على المسرح، وسيدو حس انهم هيعرفوه فبيمسك السهم الحديد وبيحدفه على هوجو، لكن هوجو بياخد باله وبيمسكه وبيحدفه تاني عليه، والكل بيعرف ان سيدو لسه عايش،
وشوب وسكاي بينزلوا مع بعض بسرعة علشان ينقذوه من هوجو، وبيلاقوه في الشارع، وقبل ما يروحوا عنده بيلاقوا رجالة هوجو قدامهم، فبتقول سكاي لشوب يروح هو يلهي رجالة هوجو وهي هتكمل ورا سيدو. وبيدخل سيدو مول كبير وبيركب الاسانسير علشان يستخبى بين الناس، لكن بيظهر قدامه هوجو وبيركب معاه وبيرفض يخليه ينزل من الاسانسير لحد ما كل الناس بتنزل وبيبقى عاوز يموته، فبتتدخل سكاي وبتضرب هوجو، وبتاخد سيدو وبيطلعوا يجروا بسرعة وبينطوا من فوق المبنى، وبتفتح سكاي المروحية بتاعتها اللي هتساعدهم في النزول بأمان. وسكاي وسيدو بيتعلقوا ببعض جدا، وتاني يوم بيبقوا قاعدين مع بعض، وسكاي بتطلع الصورة بتاعتها هي واختها علشان توريها لسيدو وتعرفوا ان هما اتنين مش واحدة، وبتحكي له الحكاية. لكن المفتش بيدخل وبيفضل يضرب في سيدو ومش بيهدى غير لما بيلاقي صورته مع بناته قدامه، وبيمسك الصورة وبيفضل يفتكر اللي حصل معاه والذاكرة بترجع له. ولما بيقف قدام سكاي وبيعرف اسمها لوحده بتعرف انه ابوها وبتحضنه. في نفس الوقت سوزي بتجيب صورة سيدو والمفتش من صاحب المطعم اللي اتقتل عنده جوي، ولما هوجو بيبص للصورة كويس بيعرف ان المفتش هو كمان لسه ما ماتش، وبيروح شوب علشان يعرف سكاي وابوها باللي حصل، وان هوجو عارف ان هما لسه عايشين. في نفس الوقت بيدخل سيدو وبيطلب من المفتش انه يعلمه الكونغ فو علشان عاوز يجيب حق ابوه من هوجو ورجالته. فبيسخر المفتش من كلامه وبيقول له ان هوجو قوي جدا وبسبب قوته دي ضيع 20 سنة من عمره، لكن سيدو بيفضل مصمم وبيفضل يترجى المفتش، وبيقول له انه مش هيقدر يرجع الهند لان لو الناس سألته فين ابوك مش هيعرف يرد، ولو رد مش هيقدر يقول مات ازاي. فبيفكر المفتش في كلامه وبيصعب عليه فعلا، وبيقرر انه يساعده ويعلمه. وبيتكلم المفتش معاه ان كل شخص في الدنيا عنده حركة معتاد عليها من وهو صغير، هي اللي بيتمرن عليها كويس جدا علشان يقدر يهزم اي حد قدامه. لكن سيدو مش بيبقى عارف هو ممكن يكون بارع في ايه، وبيبدأ المفتش في تدريبه على اكتر من تدريب، وسيدو مش بيبقى فاهم ليه التدريبات دي، لحد ما في مرة المفتش بيهدف عليه ترابيزة بيكسرها بايده بكل سهولة، فبيقرر انه يكمل تدريب زي ما المفتش بيقول له، وبيفشل اكتر من مرة في كل التدريبات، لكن المفتش مش بييأس وبيقرر انه يفضل ورا لحد ما يبقى احسن. وبالفعل بيقدر سيدو انه يتغلب على كل الصعب اللي في حياته وينجح في كل التدريبات اللي المفتش علمها له. بعدها شوب بيسمع هوجو وهو بيتفق على صفقة تسليم الماس، وبيبلغ سكاي وسيدو والمفتش، ويوم التسليم بيتنكر سيدو والمفتش في زي عمال، لكن بيتكشفوا وبيفضلوا يضربوا في كل رجالة هوجو. وواحد من رجالة هوجو والمشرف على التسليم بيمسك شوب وبيبقى عاوز يموته، لكن سيدو بيدخل وبالقوة اللي اتعلمها من المفتش قدر انه ينقذ صاحبه وياخد الراجل كرهينة علشان هوجو يسلمهم سوزي. وبيوصل الخبر لهوجو وبيعرف سوزي باللي هيعملوه. ويوم التبديل بينزل المفتش من العربية ومعاه الراجل، وسوزي بتسيب هوجو وبتروح لابوها، وبتجري سوزي عليه وبتحضنه قبل ما يقولها اي حاجة، والكل بيفرح. لكن فجأة سوزي بتغدر بيه وبتضربه بالسكينة في جنبه وبتقوله انه مش ابوها، وبينزل سيدو وبيضربها وبيبقى هيموتها، بس سكاي بتدخل بسرعة وبتطلب منه ما يعملهاش حاجة. فبتتصدم سوزي لما بتشوف سكاي وبتعرف ان المفتش فعلا يبقى ابوها وهي اختها التوأم، وبتحزن سوزي جدا وبتعرف ان هوجو خدعها وخلاها اذت ابوها بايديها. وسيدو بياخد المفتش بسرعة علشان يعالجه عند الصينيين، والصينيين بيتكلموا مع سيدو وبيعرفوه ان هو لازم يرجع على بلده لان هوجو شخص خطير جدا وهو مش اداة، وبيعتذروا له على اللي حصل معاه. لكن سيدو بيرفض وبيقول لهم انه مش هيمشي من هنا غير لما يقضي عليه. وتاني يوم بيجي وقت المعركة، الكل بيتجمع حوالين الساحة ورجالة هوجو بيجوا وبيهجموا على سيدو. سيدو المرة دي بيقوم بكل شجاعة وبيضربهم واحد واحد لحد ما بيقضي عليهم. وبيقوم المفتش علشان بيحس بالخطر، وفعلا الراجل بتاع هوجو بيدخل علشان يخطف سكاي، لكن سوزي بتدخل وبتنقذ اختها منه وبتحضن ابوه وبتعتذر له على اللي عملته معاه. بعدها بيوصل هوجو علشان يحارب سيدو وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه، وبيتخيل سيدو ابوه هو بيقول له ان القوة اللي عنده في ايده ولازم يستغلها كويس، وبيفتكر لما كان بيشتغل وبيقطع الخضار، وبيفتكر كلام المفتش اللي قاله ان اكيد عنده حركة متعود عليها لازم يستغلها. فبيقوم سيدو من الارض وبيبدأ انه يضرب هوجو بنفس الطريقة اللي كان بيقطع بيها الخضار، خطة في منتهى الذكاء. وبيفرح سيدو جدا لما بيلاقي نفسه قدر يوصل لنقطة قوته، وكل الناس بتفضل تشجعه، وبيقدر انه ياخد الطاقية من هوجو وبيحدفها زيه لكن مش بتعمل له حاجة. فبيضحك هوجو لما بيلاقي الطاقية ما عملتش حاجة، لكن بيتفاجئ ان الطاقية كسرت تمثال لو شانغ اللي هو واقف قدامه، والتمثال بيقع عليه وبيموته. وبكده سيدو يبقى جاب حق ابوه والشعب الصيني اللي وثق فيه.
دي كانت كل حاجة معانا النهاردة، ما تنساش اللايك والشير، والسلام.